اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده يا رب وبهنا يا رب دايما. هنعمل مع بعض النهارده اكله بسيطه جدا جدا من البيت، والاكله دي تحفه ولها قيمه غذائيه جميله. حبايبنا اللي مش بياكلوا الجبنه القريش، لان الجبنه القريش دي مفيده جدا، هندخلها لهم بقى باكله تكوني مزنوقه تعمليها، تكوني راجعه من شغلك متاخره تعمليها، تكوني بتشتري حاجات ومش عارفه تعملي ايه. بعيش من العيش، لو عيش بايت مفيش مشكله، او عيش طازه تنفع بالاتنين. وعندنا هنا المقادير بتاعتنا هنروح برضو نشوفها مع بعض. شايفين الحاجات الجميله دي؟ اهي خلطه تحفه 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 بالعيش وطعمها جميل. اهي كمان دي انا عاملاها في الفرن ناشفه ومقرمشه للناس اللي بتحب المقرمش. ودي بصوا شايفين الجبنه بتمط ازاي وجميله. ودي انا عاملاها في الجريل على النار، يعني بنسهلها على نفسينا، ما الفرن مش شغال نعمل على البوتاجاز من فوق. هنروح نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي كده كتير، ونبدأ نشوف مقاديرنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. هنعمل مع بعض النهارده اكله جميله جدا اقتصاديه، حاجه موجوده في اي بيت، وفي نفس الوقت لو انت تكوني بره وراجعه مستعجله ممكن تعمليها. قاعده وزهقانه مش عارفه تعملي اكل ايه. يعني هي سهله وبسيطه جدا ومكوناتها في البيت. عندنا هنا الاكله بتاعتنا هنعملها بجبنه قريش، وطبعا الجبنه القريش دي احنا هنتكلم عن فوائدها، فوائدها جميله جدا. وكمان الاكله دي تنفع نعملها لاولادنا اللي هم ما بياكلوش الجبنه القريش، لان الجبنه القريش اكتر حاجه فيها كالسيوم ومفيده جدا جدا. وعندنا فلفل اخضر، وعندنا دي جبنه تركي او جبنه رومي زي ما بتقولوا، وزيتون وطماطم وبصل. حابه برضو تضيفي لها اي حاجه تانية مفيش مشكله خالص. ايه هي الاكله اللي احنا هنعملها السريعه دي؟ عندنا بعيش عادي خالص، عيش من بيتنا كده، عيش بلدي، عيش جميل اهو. هنعمل الاكله دي، هتاخدي العيش ده تفتحيه كده الاول اهو، تقولي بسم الله الرحمن الرحيم كده وتفتحيه اهو، ما شاء الله عليه كله اهو، يتفتح بنفس الطريقه دي كده. وبعد كده تعملي ايه؟ تقطعي العيش ده كده اهو، تقسميه نصين كده. ونبدا بقى نعمل ايه؟ نحشي العيش بتاعنا ده بالجبنه والخضار الجميل بتاعنا ده. ناخد كده قطعه من الجبنه، هنقطع العيش كله الاول وبعد كده نحشيه كله مع بعض كده. خلاص انا قطعت العيش بتاعي واتفتح معايا بالطريقه دي. هناخد بقى ايه؟ قطعه من الجبنه كده. حابه تهرسي الجبنه كلها في الطبق مفيش مشكله خالص، حابه تقطعيها كده بالسكينه اهو وتفرديها كده جوه بنفس الطريقه كده. تحط كميه الجبنه اللي انت عايزاها، كل ما تحطي الجبنه برضو تكون اكتر تكون افضل، تستفادي بيها. ناخد الجبنه كده كده، انا حطيت الجبنه كده في السندوتش وفردتها. نبدا بقى نحط ايه؟ الطماطم بتاعتي. حابه تقطعي الطماطم مكعبات مفيش مشكله خالص، حابه تقطعي الفلفل برضو مكعبات مفيش مشكله خالص. انا مقطعه الفلفل اهو برضو في منه مكعبات كده. وبرضو البصل ده جميل جدا جدا وبيخلي طعمها تحفه، حابه برضو تحطي بصل اخضر مفيش مشكله. كده انا حطيت عندي الزيتون والطماطم. املي حشوك زي ما انت عايزه بقى، الحشو اللي جواها ده زي ما انت عايزه. حطيت زيتون وطماطم وفلفل، حته فلفلايه تانية. عندي بقى هنا ملح وفلفل اسود هنخلطهم على بعض كده. ليه الملح والفلفل الاسود؟ طبعا احنا عارفين الطماطم بتاعتي والحاجات الخضار ده معلهاش ملح، فانا هنديها رشه بسيطه ونعمل حساب الايه؟ نعمل حساب الجبنه التركي، رشه كده من الجبنه التركي. حابه تحطي ميكس جبن مفيش مشكله خالص اهو. ترجعي تاني تحطي الطماطم، لان الطماطم دي لما بتسيح بتبقى جميله جدا. فلفل، حابه تحطي فلفل حراق برضو ماشي شغال. رشه من البصل، رشه من الجبنه كده عشان تسيح عليها اهو. كده انا عملته. نضغط عليه بايدي كده ضغطه كده، وبعد كده ايه؟ نحطه في الطبق هنا كده لحد ما نخلص كل الكميه بتاعتي. هنعمل معاكم واحد تاني اهي. نبدا نفردها كده، ندخلي في السندوتش كده كده. فردت الجبنه، نحط الطماطم. وقبل يا حبايب قلبي ما تحطوا الجبنه تدوقوها، لان ممكن في جبنه قريش بتكون اصلا حادقه كده ملحها كتير، فما ينفعش تحطي ملح بقى عشان الجبنه التركي كمان هتحدق معاكي. حطيت كده الطماطم والفلفل. الزيتون بقى تشكلي كده زي ما انت عايزه، حبه زيتون كده توزعي.
البصل، ما انتش حابه البصل مفيش مشكله خالص. نحط بقى حته فلفلايه من الحراقه دي كده. قطعت بقى الفلفل الحراق، نحط حته منه كده، نيجي مديها رشه كده من الجبنه، ونرجع نحط طماطم تاني. الطماطم دي لما بتسيح بتبقى تحفه تحفه تحفه. بصل، حابه تحطي بصل اخضر برضو ماشي. رشه من الجبنه تاني كده. شيل الفلفل الحراق كفايه كده على ده كده. خلاص انا عملته. نضغط عليه بايديا كده، ندخل الحشو كله لجوه. عشان ايه؟ لسه هنحطه على النار كده. الجبنه القريش بتسيح على النار بتبقى جميله جدا جدا جدا. خدته كده وحطيته في الطبق. هنكمل باقي الكميه بتاعتي وبعد كده نرجع لكم تاني. كده خلاص انا خلصت كل الكميه اللي انا عايزه نعملها حشو. شايفين اهي كده بنفس النظام. وكمان عادي لو عندك عيش بايت بيكون جميل جدا، مفيش اي مشكله خالص. بصوا بقى احنا هناخده كده ونروح على البوتاجاز. طبعا لو انت حابه تحطيه في الفرن عادي، تدهين الصينيه كده زيت وتدخليها الفرن وبيطلع محمر ومقرمش وجميل كده معاكي. ولو ما مش حابه تدخلي في الفرن هنعمل لك دول كده على البوتاجاز وهنشوف هنعملهم ازاي. دلوقتي هناخد ده كده ندخله الفرن ونعمل ده على البوتاجاز. كده انا حطيت جريل على النار او طاسه او اي حاجه عندك. ننزل بشويه زيت كده، بس ايه، خيط زيت صغير كده. كده نوزع الزيت بتاعي ونسيبها لما تسخن كويس كده. ننزل كده بالزيت كده ونضغط عليه كده. طبعا ايه، مجرد ما تحط العيش تهدي النار خالص. ننزل بالزيت التاني قصاده كده ونضغط برضو عليه كده ونهدي النار عليه. تضغطي كده عشان الجبنه تسيح معاكي. هتطلع طعمها تحفه والريحه ما شاء الله طالعه جميله جدا كانك عامله بيتزا. ده حاجه بسيطه خالص هتعملي اكله اهو، اكله مفيده كمان. كده هنبدا بقى نقلبه كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا عايزه بس ياخد لون معايا كده. نبدا نقلب ده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. لسه مقطوعه من الرغيف مفيش مشكله. الجبنه شايفين بتسيح ازاي، جميله جدا. نخليه يتلون معانا بقى ونضغط عليه كده برضه عشان الجبنه تسيح معايا ويبقى جميل اهو. كل ده عشان السخونيه وانا مهديه النار كده. خلاص هو ايه، اتحمر برضه معايا من تحت. هنبدا بقى نطلعه طبعا، ونخلي بالي ان هو سخن على ايديا كده. نطلع برضه التاني ونكمل بنفس الطريقه اهو كده. شايفين الجمال. هنكمل بقى نمسح كده لو في حاجه ونكمل بنفس الطريقه كده. عملته وخلصته. ده اللي كان على الطاسه الجريل من فوق، وده اللي في الفرن. شايفين مقرمش ازاي وكل حاجه فيه مستويه من جوه وجميله، والريحه طالعه كانه بيتزا بقى. وبعيش اساسا عندك في البيت. لو عيش بايت برده مش عارفه تعملي بيه ايه، ممكن تعملي الاكله دي جميله جدا جدا. شايفين الجبنه بتاعتنا سايحه ازاي وجميله اهي. شايفين لسه سخنه ازاي بتطلع البخار بتاعها. كل حاجه فيه مستويه كأن بيتزا كده، جميله جدا جدا. وكمان اكلنا الجبنه القريش مفيده والخضار والحاجات دي. يعني بحاجه بسيطه خالص من البيت عملنا اكله جميله وتحفه. تاكليها بقى مع ليمون مخلل كده او خيار ماشي كده. بتبقى وجبه حلوه برده. مستعجله عندك شغل، راجعه من شغلك متاخره، بره بتشتري حاجات وراجعه متاخره مش عارفه تعملي ايه، بعيش من البيت وجبنه وشويه خضار. حابه برضو تضيفي بسطرمه، صدق، اي حاجه موجوده عندك بواقي اي حاجه من الحاجات دي ضيفيها مع العيش كده وهتبقى جميله جدا جدا. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبالف هنا مستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم يا حبايب قلبي، عشان نوصل الافكار البسيطه دي برضو لاكبر عدد. واي حد يكون مزنوق يقدر يتصرف ويعمل اي حاجه كده من البيت، حاجه بسيطه وليها قيمه غذائيه. مستنيه بقى لايكاتكم وتفعيل الجرس واشتراكاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.